مجددا يعلن رئيس الحكومة الإسباني تمسكه بالأطروحة المزعومة للمغرب بشأن الصحراء الغربية، ضاربا الغضب الشعبي والإعلامي ورفض الأحزاب السياسية وحتى امتعاض حلفائه داخل الائتلاف الحكومي عرض الحائط، في مهمة يقول عنها مراقبون إسبان إنها فاشلة وتهدد عرشه المتآكل أصلا على رأس الحكومة. تجدد إسبانيا موقفها الوارد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022 عقب اللقاء بين ملك المغرب محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. لا يكتفي سانشيز بالاستمرار في سياساته المتناقضة مع التوجه العام الإسباني ولا حتى المحترم للرؤية الأممية بشأن القضية الصحراوية، بل يواصل جني الخيبات حتى اقتصاديا بتقديمه تسهيلات ائتمانية تصل إلى 8 ملايين يورو لاقتصاد مغربي متهالك، خلال زيارة للرباط قاطعها وزراء في حكومته بسبب انقلابه على القضية الصحراوية. وحتى ذلك المعبر الجمركي الرابط بين إسبانيا والمغرب في جيب سبتة ومليليا الذي كان يراهن عليه سانشيز سقط باعتراف إسباني بعد فشل افتتاحه، ليعود إلى الديار منتكس الرأس في زيارة كان عنوانها الأبرز الفشل برأي صحيفة مليليا اليوم، عدا صور استعراضية وبروتوكولات روتينية قد تحفظ له ما تبقى. خسائر تضاف إلى قائمة طويلة لعل آخرها تكبيده الاقتصاد الإسباني نحو 4 مليارات يورو بسبب خسارته للجزائر كشريك اقتصادي، تتوالى زيارات القادة الأوروبيين إليه للظفر باتفاقية معه.